من غير ضجة كبيرة، شركة سامسونج عملاق إنتاج الهواتف الذكية بتعلن عن أحدث تليفوناتها في الفئة الاقتصادية من سلسلتها المميزة والقوية جدا سلسلة الام، وهو الجالاكسي ام 15 5G. والتليفون اللي بالرغم من ان تم إطلاقه بهدوء جدا إلا إنه بيقدم مجموعة مواصفات مميزة بسعر هايل بالنسبة لتليفون اقتصادي. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على كل مواصفات التليفون ده وعلى كل مميزاته وعيوبه، وهيكون مناسب لمين ومش مناسب لمين. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناه سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. التليفون بيجي بنفس التصميم او الديزاين بتاع تليفونات سامسونج كلها اللي خلاص بقينا عارفينه وحافظينه كويس جدا. فالموبايل جاي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وجودة البلاستيك ده كويسة جدا، وكمان جودة تقفيل وتصنيع الموبايل ممتازة. وظهر التليفون جاي بنقوش صغيرة كده، وده يمكن اللي بيميزه شوية عن باقي تليفونات سامسونج. الإطار أو الفريم بتاع التليفون جاي بالشكل الصندوق المسطح واللي بقى موجود في معظم التليفونات دلوقتي. أبعاد التليفون وسمكه ووزنه كبار شوية، وده علشان الشاشة الكبيرة والبطارية الضخمة بتوع التليفون، ولكنك مش هتلاقي صعوبة يعني في استخدامك للموبايل وهتتعود عليه بسرعة. فعموما كده تصميم الموبايل، واللي بالرغم من انه بقى تصميم قديم نسبيا الا انه هيعجبك وشكله شبابي وحلو، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. شاشة الجالاكسي ام 15 من سامسونج هي من اهم المميزات اللي موجودة في الموبايل. وعموما كده لو انت عاوز تليفون واهم حاجة عندك فيه هي الشاشة، فانت على طول كده روح لسامسونج من غير تفكير. ولكن بصراحة الشاشة دي عيبها حاجة واحدة، وهي مش انها شاشة كاملة، فهي بتيجي بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قطرة الماء دروب ووتر، وهي مساحتها كبيرة 6.5 بوصة من نوع سوبر اموليد بجودة فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافة البكسلات في الشاشة 2340 في 1080 بكسل، وده بيدينا 396 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي كثافة بكسلات ممتازة جدا. الشاشة جاية بأبعاد عرض كبيرة 19.5 ل 9، وبتستحوذ على 84.3% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فبصراحة الشاشة السوبر أموليد دي هتقدم لك أداء ممتاز. وطبعا كلنا عارفين مدى الجمال والحلاوة بتاع الشاشات السوبر أموليد بتاعت سامسونج. هتحس كده إن الشاشة دي بتبرق من جمالها وحلاوة الألوان اللي بتظهر عليها، ألوانها حادة ومشبعة بشكل ممتاز، والشاربنس بتاعها هايل، فالكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا في منتهى الدقة والوضوح. وبرضه من المميزات المحترمة اللي موجودة في الشاشة دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجة تشتغل معاك على الشاشة بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل بشكل سلس وسريع جدا. وبرضه درجة سطوحها جيدة جدا، فانت مش هتعاني وانت بتستخدم الشاشة دي تحت اشعة الشمس المباشرة، وده لانها بتيجي بدرجة سطوع بتوصل لغاية 800 نتس. ولكن بقى للأسف حواف أطراف الشاشة حجمهم كبير شوية بشكل ملحوظ يعني، وكان المفروض يصغروا عن كده. فالشاشة دي عيبها الوحيد هو الديزاين بتاعها، ولكن غير كده فهي شاشة ممتازة جدا من حيث نوعيتها ودقتها، وهتقدم لك أداء ممتاز في عرض أي محتوى عليها من أي نوع. أما بقى بالنسبة للأداء، فهو برضو من المميزات المحترمة واللي هتعجبك جدا في الجالاكسي ام 15 من سامسونج. فالموبايل بيجي بمعالج من إنتاج ميديا تك، وده من سيتي 6100 بلس، واللي داعم لشبكات الجيل الخامس، ودي ميزة مهمة جدا في التليفون. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواة، وبيجي بتردد لغاية 2.2 جيجا هرتز بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي هو المالي جي 57 MC2. التليفون بيجي بأكتر من نسخة، بتوصل لساعة تخزينية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، والساعات المتنوعة دي ميزة هايلة جدا في الموبايل وهتكون كافية لمختلف الاستخدامات. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الموبايل، فالتليفون ده هيقدم لك أداء مميز جدا في مختلف المهام والاستخدامات. ففي المهام اليومية المعتادة زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها اللي كلنا بنعملها بشكل يومي ومستمر، التليفون هيقدم لك فيها أداء مميز جدا، مش هيقابلك في أداء أي تهنيج أو لاج من أي نوع. هتلاقي التليفون أداؤه سلس وسريع معاك. وبرضه أداء الموبايل في المالتي تاسكينج أو المهام المتعددة هيكون أداء ممتاز، وهتقدر إنك تفتح أكتر من تطبيق في الخلفية وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده برضه من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في اداء الموبايل. والتليفون هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. ونفس الكلام ده برضه ينطبق على اداء التليفون ده في الجيمز، فانت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك في التليفون اي سن تهنيج او لاج من اي نوع. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك بشكل كويس ومقبول جدا، ولكن انصحك او يستحسن يعني انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك منخفضه،
أو متوسطة بالكتير، وده علشان تاخد أحسن أداء من الموبايل، لأن برضو ما تنساش يعني في الأول أو في الآخر ده تليفون اقتصادي. ولكن في المجمل التليفون ده هيقدم لك أداء جيد جدا ومتوازن في مختلف المهام والاستخدامات. وبرضه من أهم المميزات والإيجابيات القوية المحترمة جدا الموجودة في الموبايل ده الجالاكسي M15 من سامسونج هي الكاميرات الخلفية بتاعته. فالموبايل جاي بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 وهي كاميرا وايد وبتدعم خاصية الأوتو فوكس. والكاميرا الثانية فهي كاميرا الترا وايد الخاصة بالتصوير بزاوية واسعة وبتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. والكاميرا الثالثة والأخيرة فهي كاميرا ماكرو بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED من قطعة واحدة. وبصراحة الكاميرات دي هتقدم لك أداء ممتاز جدا في كل المناسبات ومختلف ظروف الإضاءة. يعني أنت هتقدر باستخدام الكاميرا الأساسية في الإضاءة القوية أو في ضوء النهار إنك تاخد بيها صور ممتازة جودتها محترمة جدا، وهتحس كده إن الصور هتنطق من جمالها وحلاوتها. الألوان بتاعتها حادة ومشبعة، والألوان دي مظبوطة مفيش لون بيدخل على التاني، وكمان كمية التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيرة ودقيقة. وبرضه في الإضاءة الضعيفة أو في الإضاءة الليلية الجودة بتاع الصور ما بتقلش كتير، وكمية النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش باينين قوي وبيشوش الصور بتاعتك، فالصور بتفضل محافظة على جودتها بنسبة كبيرة، وده علشان الدقة العالية بتاع الكاميرا وفتحة العدسة الواسعة بتاعتها. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية الالترا وايد انك تاخد صور واسعة بأكبر مساحة ممكنة، واللي أدائها في ضوء النهار أو في الإضاءة القوية بيكون أداء مقبول وكويس جدا. ولكن بقى بالليل أو في الإضاءة الضعيفة الجودة بتاع الصور بتقل جدا، وكمية النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا واضحين جدا. ولكن بصراحة ده عادي ومقبول جدا في الموبايل، لأن أساسا معظم التليفونات اللي بتيجي في الفئة السعرية دي ما بتجيش أساسا بكاميرا الترا وايد. وهتقدر باستخدام الكاميرا الثالثة الكاميرا الماكرو انك تاخد صور قريبة بكمية تفاصيل كتيرة، وبصراحة أدائها جيد جدا وأفضل من كاميرات ماكرو كتير بتيجي في الفئة السعرية دي وفي الفئة السعرية الأعلى كمان. أما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فأنت هتقدر تصور فيديوهات بجودة HD بلس بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. وبرضه من المميزات القوية اللي موجودة في الكاميرا دي إن موجود فيها مثبت إلكتروني AIS علشان يمنع تهزيز الفيديو وأنت بتصور، وقلما إن إحنا نلاقي المثبت ده في الفئة السعرية دي. التليفون جاي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0، والكاميرا دي برضه كاميرا وايد، واللي هتقدر باستخدامها إنك تاخد صور سيلفي جيدة ومقبولة جدا، وتقدر تعتمد عليها في المناسبات إنك تاخد بيها صور محترمة تحتفظ بيها كده للذكرى، وهي من أحسن الكاميرات السيلفي اللي موجودة في الفئة السعرية دي. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات المحترمة جدا اللي موجودة في الموبايل ده هي البطارية بتاعته. فالتليفون بيجي ببطارية بسعة كبيرة 6000 ملي أمبير، واللي هي من أكبر البطاريات اللي موجودة في الفئة السعرية دي، واللي هتكمل معاك يومين من الاستخدام، وده في حالة إنك بتستخدم التليفون بشكل متوسط، خصوصا إن المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقة البطارية، وهي بتيجي بقدرة شحن 25 واط. وزي ما بقول دايما إن سامسونج لسه متأخرة كتير في الحتة بتاعت سرعة الشحن دي، وعلشان كده فالموبايل ده هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعة ونص أو ساعة و35 دقيقة تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB Type-C 2.0. الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج وهي ال One UI فيرجن 6، وده برضو من أهم المميزات المحترمة جدا اللي موجودة في الموبايل. واجهة سامسونج دي ال One UI هي أحسن واجهة أندرويد ممكن تلاقيها في أي موبايل من أي نوع، واجهة خفيفة وسلسة جدا في أدائها على التليفون، مفيش فيها أي بجز أو مشاكل، شكلها حلو وأيقوناتها جميلة جدا، وكمان فيها مميزات كتير هتعجبك زي إنها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وموجود فيها ميزة المجلد الآمن، وكمان هتقدر من خلالها إنك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشة لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G، وبرضه هتقدر إنك تركب كارت ذاكرة خارجي مايكرو SD كارد وده حتى 1 تيرا، ولكن في الحالة دي هتضطر تستغنى عن الشريحة التانية. التليفون بيجي بمستشعر بصمة في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده أداء ممتاز من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وبرضه التليفون بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة وراج الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها أو سرعتها. التليفون بيجي بسماعة وحيدة منه على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو أو النقاء بتاعها. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصلة، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان التليفون موجود فيه مستشعر جيروسكوب، وكمان التليفون موجود فيه مستشعر الاتصال قريب المدى ال NFC. ولكن خلي بالك مش كل التليفونات هيكون موجود فيها المستشعر ده، فتأكد الأول قبل ما تشتري الموبايل هل النسخة اللي موجودة في بلدك موجود فيها المستشعر ده ولا لأ. وكمان التليفون ما فيهوش مستشعر IR ولا راديو FM، وغير مقاوم للغبار ولا الماء.
وبيجي بإصدار بلوتوث 5.3. التليفون بيجي بثلاث ألوان، أزرق فاتح وأزرق غامق ورصاصي، وعلبة التليفون بيجي فيها سلك توصيل USB تايب سي ودبوس درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات بس. بتيجي من غير شاحن ولا جراب ولا سماعات. وسعر بيع التليفون بيبتدي من أول $160. أول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الجالاكسي M15 5G من سامسونج هو موبايل مميز جدا في الفئة الاقتصادية. كل حاجة في التليفون هتعجبك جدا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضايقك شوية من الموبايل هو التصميم القديم بتاع الشاشة، ولكن بقى نوعيتها ودقتها ممكن يخلوك تتغاضى شوية عن الموضوع ده. ولكن بقى غير كده فكل مواصفات الموبايل ممتازة، سواء التصميم أو الأداء الجيد جدا والكاميرات الهائلة وكمان البطارية الكبيرة بتاع الموبايل. فبصفة عامة التليفون ده هيكون اختيار ممتاز في فئته السعرية، وهيقدم لك قيمة مقابل سعر بشكل هايل. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.